بقشر السفندي هنعمل احلى كيكة سفندي انت ممكن تدوقيها. الريحة في الوقت ده كانت اكتر مما تصورت. على فكرة يا جماعة السفندي ريحته قوية جدا جدا جدا، اكتر كمان من البرتقال. بصوا بقى، انا دلوقتي هقول لكم على الطريقة المختصرة اللي انا ببشر بيها قشر السفندي، بس هي ليها طريقة تانية لما بيبقى عندي كمية كبيرة من قشر السفندي. ايوه، انا باخد قشر السفندي كله، لو جايبة مثلا 5 كيلو 6 كيلو باخد القشر بتاعهم كله بحتفظ بيه، وفي الاخر بعمله بطريقه هبقى اقول لكم عليها. لكن لو انا عندي حبه قشر كده وعايزه اعمل كيكه ضروري، بعمل بالطريقه دي، ببشره بالمبشره في الحته اللي البشر بتاعها رفيع، مش الحته التانية اللي البشر بتاعها كبير. شايفين يا جماعه كان مبشور وناعم، ولما تمسكيه في ايديكي كده تحس ان هو هيتحول لعجينه. يلا نقول بسم الله ونصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا عدد 2 بيضة، يعني بيضتين في درجة حرارة الغرفة. الكيكة بتاعتي اليومية انا مش بستخدم لها اكتر من بيضتين.